فيديو النهاردة لأي حد عمره ما جرب يعمل القطايف في البيت ومتخيل انها وصفة صعبة ومش هتظبط، والأحلى والأسهل ان احنا نجيبها من بره. اوعدكوا لو دقتوا القطايف بالطريقة دي مستحيل تعجبكوا الجاهزة تاني. سايبالكوا كل المقادير بالتفاصيل تحت الفيديو. هحتاج 3 كوبايات دقيق، هزود عليهم ربع كوباية دقيق سميد بتاع البسبوسة، 3 معالق كبيرة سكر، معلقة صغيرة خميرة فورية، معلقة صغيرة بيكنج باودر. هقلبهم، هزود عليهم معلقتين كبار مية ورد، وبعدين هنزل عليهم 4 كوبايات ونص مية دافية. هقلب كويس وبعد كده هضرب 5 دقايق بالهاند بلندر او في الخلاط. هغطيها وهسيبها على جنب ربع ساعة بس. بعد كده هنقلها في حاجة تسهل عليا اني اصب القطايف. علشان اسوي القطايف هحتاج طاسة سميكة تكون ما بتلزقش. هسخنها كويس وهوطي النار. هبتدي اصب القطايف. هتلاحظوا ان هي بتستوي من بره لجوه وبتعمل بابلز كتير متوزعة في كل القطايف. هو ده الشكل المظبوط لعجينة القطايف الناجحة. بصوا، انا بحب اطلع القطايف ما تكونش غامقة قوي. مهم قوي ان انا اول ما اطلع القطايف بطلعها على فوطة نظيفة، بس مش بغطيها اول ما تطلع، بسيبها تخرج البخار اللي فيها شوية وبعد كده اغطيها. عملت منها 3 مقاسات: القطايف الكبيرة والقطايف الوسط والقطايف الصغيرة العصافير. حشيتها بحشوة كريمة حلوة قوي. تقفلوها كده وتحشوها بقى، رشوا عليها رشة مكسرات وشوية عسل وقت التقديم، وكلوها بقى بألف هنا، وكل سنة وانتم طيبين. بس كده.